السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ الفيديو صلي على سيدنا محمد كده وانزل اشترك في القناة. متنساش تعمل اللايك بتاعك الجميل. بص بقى، عشان خاطر طلع اتكلم بس في حاجة ناحية نادي الزمالك، عشان نادي الزمالك بيضيع بيضيع وهناخدوها خطوة خطوة. وايه كان سبب بوظانه، وايه سبب وقعان الوقعان بتاع نادي الزمالك؟ في الأول كان من أول إن هم يشيلوا مرتضى منصور. تخيل كده معايا ان مرتضى منصور في 2019 انت كنت بتلاقي فرقه خارج عن القايمه، وفرقه في القايمه، وفرقه على الدكه. كان الموسم بيخلص كان بيجي يلم كل الناس اللي عملت موسم حلو في الدوري، بيلمهم في النهايه ويبدا يبيع. ما كانش في حاجه اسمها النادي ما فيهوش فلوس. كان نادي الزمالك هيكل وشكل كنادي كان خرابه وكان رايح في داهيه. لكن لما مرتضى منصور مسكه، عمل تطور فيه غريب الشكل، وخلى نادي الزمالك يلعب افريقيا. ودينا شفنا في 2019 و2020 و2018 نادي الزمالك كان عامل ازاي. هنا بقى كان سبب الصداع للأندية الكبيرة زي الأهلي. بص أنا بقول لك أندية كبيرة زي الأهلي، لأن النادي الأهلي لو أنت فكرت إنك تلعب معاه ند بند، لا هيوقعك خارج الكورة. شالوا مرتضى منصور. مرتضى منصور لما اتشال خلاص بقى هنا هتبدأ الدنيا تبوظ. مفيش استقرار نادي، مفيش لعيبة، مفيش واللعيبة بتاعتك لأول مرة لعيب يتاخد كده من جواك. يعني بتكلم على الأيام ولا فترة الزمالك دي، إن اللعيب يتجاب من الزمالك للأهلي. عمرها ما حصلت. شفناها في مجلس إدارة مفيش شخصية. يعني أنا كل اللي أنا عايز أقوله إن مجلس الإدارة ده ما عندهوش شخصية بشيلين. مفيش شخصية فيه. يعني هم أصلا ما يفهموش حاجة عن الكورة. يعني لو تتفرج على الماتش بتاع النهارده ده، انتوا ليه صابرين على مدرب مفيش اصلا خطة، ولا في روح للفريق، ولا في فريق اصلا؟ مع ان هي نفس اللعيبه ديت اللي مرتضى منصور جايبها. بس خلاص انت ضفت عليهم لعيبه وجايب لهم مدرب ما فيش منه خالص. واللعيبه زي ما انت شايف ناصر ماهر والناس دي بقت تقلل من نادي الزمالك، وحاسسها خلاص ان نادي الزمالك اللعيبه كلها عايزه تمشي منه. انت بقيت تتحايل على اللعيبه عشان تمضي. بص انت وصلت ليه. الاول كان اللعيب اللي بيتمنى انك تقول له إيه تمضي، ايه تجدد، كان يقول لك ماشي. لكن دلوقتي اللعيب هو اللي بيتنك عليك. فالمرحله اللي احنا وصلنا فيها ديت، انا حبيت اعمل الفيديو عشان اقول لك ان احنا داخلين على ايام سودة. يعني احنا لو نادي الزمالك بقى دلوقتي كويس، يعني نادي الزمالك لو كويس فده كويس بجمهور، غير كده اركن. فانا بتكلم عن نفسي، احنا بنضيع. فاحنا عن نفسي انا عايز مرتضى منصور يرجع يمسك نادي الزمالك تاني، يرجع يمسكه. اه كان بيتكلم كتير وفي حاجات لا تخص الكورة وبيعمل مشاكل، بس كفرقة تاكل الأخضر واليابس. فحرام. انت أحسن مدربين كانت بتجيلك. اللعيب اللي كان كان بياخد فوق دماغه. لكن دلوقتي ما بقاش فيه الكلام ده. دلوقتي بقى فيه ان الزمالك اللعيب هو اللي بيتنك عليه، وبقيت تتمنى ان اللاعب هو اللي يمضي معاك. فاحنا داخلين على ايام ما يعلم بها الا ربنا. لكن من الجانب التاني دلوقتي الاهلي خلاص، انا وقعت الزمالك، فالاهلي دلوقتي بيفكر في مين؟ في بيراميدز. وبيراميدز لو تنت بنفس المستوى ده، انا كزملكاوي ابقى فرحان جدا ومبسوط جدا. لان الاهلي مش هيعرف يلعب معاه، مش هيعرف يلعب معاه خالص، لان الاهلي بيلعب بالفلوس وديت الفلوس كلها. فانا كل اللي عايز يعني اقول لك ان مرتضى منصور لازم يرجع تتفق معاه وتختلف. هو نادي الزمالك دلوقتي محتاج مرتضى منصور، مش هيحتاج اي رئيس نادي تاني. تمام. كان امير مرتضى منصور تقريبا ما يفهمش حاجه عن الكوره، وكان بيجيب لك لعيبه وبيكتشف لك لعيبه زي زيزو، زي فرجاني، زي بن شرقي، زي وزي وزي. كان بيجيب لك الناس اللي الزمالك محتاجها. لكن انت دلوقتي عندك راس حربه، راح تجيب راسات حربه. وعندك نص ملعب بتجيب نص ملعب. جبت محمد عاطف مع انه لاعب جميل جدا وما بتلعبهوش. جبت كام صفقه كلها في نص الملعب. فلا ده مش تفكير. ده انت داخل عند في وقت انت اصلا ضايع. فده الفيديو اللي انا طالع اتكلم فيه. يعني اللي احنا نتكلمه ونشاور بعض فيه ان الزمالك محتاج مرتضى منصور مش اكتر. بس السلام عليكم.